السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم جبت معايا بسيطلات ديال الحوت نخدم معكم بطريقتي. المهم كما كتشوفوا خليكم مع المقادير. كنهز هنايا واحد الطنجره كندير فيها واحد لترو ديال الماء ولا لترو وزياده، كندير واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى. كما كتشوفوا كنعصر الحامض. اما بالنسبه للحوت ديالي راه كنت غسلته قبل الغسيل ديالو اللي تنظن كلشي كيعرفوه، هو كتغسلو مزيان وكتعصر عليه الحامض وتخليه يتشرب فيه وتغسلو وديرو في الفريغو ولا تخدم به. المهم هاد الشرموله هادي تنخلي لكم المقادير ديالها ضروري، حيت فيها الربيع، فيها الثومه، فيها الخرقوم، فيها الخرقوم عريق، فيها سكينجبير، فيها الحامض، فيها الزعتر. وهنا المهم تنكتب لكم في صندوق الوصف. المهم هنا كما كتشوفوا عندي هنا ورق الزبده، ماشي ورق الزبده داك الورق اللي مثلا كتمشي عند مول كيدير لك فيه الخبز ولا شي حاجه، تنشريه بالعبار، كنشريه بالرخا يا البنات، احسن من ورق الزبده. تنشري 5 دراهم، تنشري منه بزاف وتيخلي لي لاطات ديالي نقيين. وهنا كما كتشوفوا كنشمعوه مزيان بالزبده وتنبدا نحط فيه اي حاجه حلوه، دجاج، الحوت. وملي كتحيدو فوق اللاطه كتهزو كتلوح الكاغيط كله بداكشي ديالو. المهم دابا نرجعوا مع الوصفه. كما كتشوفوا عندي انا كيلو الا ربع ديال سمك الفرخ او اي حوت ابيض تقدروا تخدموا به. وكما كتشوفوا هنا شرملته وغنديروا في الفران يطيب. الفران يا البنات، علاش الفران؟ علاش ما شحرته ولا طيبته في المقله ولا صوطيته ولا شي حاجه، حيتاش كيتفرتت. ها نتوما تشوفوا في النهايه كي داير. كنرجعوا للطنجره ديالنا اللي بدات كتغلى كما كتشوفوا، اللي فيها داك ورق الرند، وتندير فيها نص كيلو اللي عندي ديال السمك سيبيا. وملي تيبدا تيطيب شويه تيشد راسو كنحيدو. وهنا كما كتشوفوا راه حيدت هذاك السمك ديال السيبيا، وهنا درت القشور ديال القمرون كما كتشوفوا. وهنا كنديرهم باش يلا يطلقوا هذاك المذاق ديالهم. وهنا كما كتشوفوا كنصفيهم على الشعريه ديال الشينوا ديالنا باش تنسم لينا بالمذاق ديال السمك، وهذاك اوراق الرند ودوك المنسمات اللي درنا قبل. وهنا كما كتشوفوا كنرطبوها، ولكن البنات انا راه مازال نردها فوق البوطه، كاين اللي كيكب عليها الماء طايب وكيخليها صافي، هذا هو طيابو، كل واحد وطريقته. المهم انا مازال كنردها فوق البوطه، كيعجبني تكون طايبه اكثر. وهنا كما كتشوفوا عندي الجزر ديالي، كنحك الجزر البنات. هاد الجزر انا درتو بلاصه الفطر، تيجي زوين، جربوه يا البنات غيعجبكم بزاف بزاف. حيت كاين اللي تيدير تاليشو، كاين اللي كيدير مازال ان شاء الله نجرب معكم هاد البسطيله ديال الخضر بنكهه السمك. المهم هاد المره درت خيزو، طحنتو. عندي واحد 5 ديال الجزرات. وهنايا كنرجعوا لهاديك السيبيه ديالي اللي كانت شرائح طويله، قطعتها قطع صغيره وكندير لها من ديك الشرموله اللي صيبت. وهنا كما كتشوفوا راه رجعت الشعريه ديالي فوق البوطه باش تكمل تشرب داك الماء مزيان، وتنحيدها وتنصفيها. وهنا تنحيد السمك ديالي باش يبرد يا البنات. اي حاجه في الحشوه خصها تكون بارده باش ما تقطعش، تكون اولا ناشفه وثانيا بارده. ما يكونش فيها داك المرق باش ما تقطعش لينا الورقه ديالنا. وكما كتشوفوا هنا انا خليت نفس المقله حيت هي اللي غنصوطي فيها، وليت باقا فيها ديك الشرموله ديالها. كندير الجزر ديالي حتى هو باش ياخذ المنسمات ديال عطريه السمك. كما كتشوفوا يا البنات هنا ما كاين لا كنور لا عطريه ديال الحوت لا حتى شي حاجه، كاين غير العطريه اللي صيبتها بيدي اللي فيها الثومه وسميتو. راه مازال نقيد لكم الوصفه ديالها في صندوق الوصف. المهم المكونات ديالها راه عاديه ولكن كتجي مواتيه مع بعضياتها. وانتم شفتوا درت واحد الطريف ديال الزبده باش نشحر به. وهنا كنجبدوا السمك ديالنا ديال الفرخ اللي كتشوفوا طايب زبده. ها نتوما البنات كتعرفوا دابا علاش ما درتوش يطيب في المقله ولا شحرته ولا حتى شي حاجه. وهنايا البنات كنفرتو باش الا كاين شي عظام ولا شي حاجه كما كتشوفوا بحال هذا العظم هذا خصني نحيدو ونخليه ونحلو باش يبرد.
وهنا كنرجعوا لنص كيلو ديال الكروفيت اللي عندي او القمرون، واللي تا هو كندير ليه شويه ديال الشرموله اللي كنت صيبت. ولكن القمرونيه البنات راه ما كيطيبش بزاف، يلا كتجهد ليه وكطيبوه غير شويه كتحيدو، حيتاش هو كل ما طاب كل ما كيتكمش. وهنا كنحيدو هذيك الشعريه ديالنا ديال الشينوا وتنحلوها باش تبرد. وهنايا البنات كما كتشوفوا هذيك الشرموله اللي صيبت راه تسالت ليا وعاودتها. وهنا راه في الاخر راه حتى الاولى درت ليها نفس هادشي، درت فيها الحامض في الاخر عصرته، ولكن ما درتش فيها الحار وهذه صوص الصويا، حيتاش الحار اولا الحار ما عندي صحاب الدار ما تاكلوش بزاف، والصويا ما نكثروش منها، راه حتى هي ملي تكثر المذاق ديالها تيكون خايب. درتها غير في هذه الخلطه الثانيه. وهانتوما كما كتشوفوا كنحرك وتنقطع الورقه ديالي وتنقطع الشعريه ديالي، حيتاش الا بقيت ما مقطعاش خصها تكون صغير باش ملي تكون كتعض ما تبقاش تهبط لك على فمك هكا. المهم انا تنقطعها، كتنظن كلشي تيقطعها، وانا تنفردتو الحوت ديالنا، ومن الاحسن يبقى صايم شويه. وانا كما كتشوفوا انا تنخدم بيدي، ما عرفتش كنحس بيدي تنخدم بها احسن من المعلقه، حيت كنحس بالمكونات، كنحس انه ما كاينش شي عظم ولا شي حاجه. وتنديروا شويه من الفرماج احمر، نسيت كاين الفرماج احمر، وديك الجبانيه راه درت فيها 2 بيضات مضربين كنلصق بهم الورقه. وعندي في الجبانيه الاخرى عندي فيها الزيت والزبده دايبه، وفيها شويه ديال التحميره باش يتلون لينا الورقه وباش تحمر لينا ملي تكون كطيب. كندهن بالزبده والزيت وديك التحميره وكنلصق بالبيض. هانتوما كما كتشوفوا البنات انا عندي الورقه ديالي ما مساعدانيش. نصيحه لكم البنات، ما تبقاوش تشريو الورقه ديال الزيت، بقاو تشريو الورقه ديال البخار، وتا الا شريتو ديال الزيت خدموا بها تم. انا عادي ديالي ما مساعدانيش، اولا ديال الزيت حيت انا ماشي انا اللي مشيت شريتها، اولا ماشي ديال الزيت، ثانيا اولا ديال الزيت، ثانيا كانت تعطلات شويه، خليتها شويه حيت خديتها في الصباح وخدمت بها حتى الليل وما سعفتنيش، ولكن راه سلكت بها واخا هكاك. ودابا كنهزو هاد البسيطلات ديالنا الصغار كندهنوا لهم الوجه ديالهم بالبيض اللي تبقى عندنا، وكنهزو عود ديال الاسنان وتنتقبوها باش تنفس، تنتقبوهم كاملين باش يتنفسوا باش ما يطرطقوش لينا، حيتاش هذاك الهواء اللي كيكون داخل راه تيبداو يتفرقعوا ملي تيبداو يطيبوا. وهنا وصلنا مرحله ديال التزيين، كل واحد كيزين باللي بغا. انا عندي هنا طوماط سوريس، وعندي هاد الكيردون، وقطع ديال اللحم الدوائر، غندير هاد التزيين البسيط هذا اللي غيجي زوين. وكل واحد يزين باللي بغا، كاين اللي كيزين بالكروفيت نيت، كاين اللي كيزين باللي بغا فرماج، البيض ديال السمان، اللي باغي شي حاجه يزين بها. المهم يا البنات انا غرضي هو تجربوهم بخيسهم بحكوك وتشوفوا راه تيجي زوين، بلاصه الفطر حتى هو كيجي زوين. وهنايا البنات كنوصلوا للمرحله اللي تنودعكم فيها وكنقول لكم بالصحه والراحه وبالسلام عليكم، وكنتمنى تجربوهم وتفرحوا بهم حبابكم وعائلتكم ووليداتكم، وشهيه طيبه، خليتكم على خير الى وصفه